السلام عليكم أصدقائي. خبر مليح. منذ قليل وزير العدل المغربي يعلن قبول بلاده للمساعدات الجزائرية. أمرت دونك السلطات الجزائرية بتخصيص 3 طائرات، 2 منها لشحن الأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، والطائرة الثالثة خصصت لنقل عناصر الحماية المدنية بكل عتادها من تجهيزات متخصصة وكلاب مدربة التي تساعد على البحث والإنقاذ. الجزائر إذن في انتظار الضوء الأخضر من وزير الخارجية المغربي باش الطائرات 3 تقلع باتجاه المناطق المتضررة بالمملكة المغربية. Je traduis en français. Le ministre de la Justice marocain vient d'annoncer l'acceptation de son pays aux aides algériennes. Les autorités algériennes ont donc ordonné l'attribution de 3 avions, dont 2 pour acheminer les médicaments, des matelas, des tentes et des denrées alimentaires. Le 3e avion a été désigné pour le transporter les membres de la protection civile, avec tous leurs équipements, y compris du matériel spécialisé, des chiens dressés qui aident à la recherche et au sauvetage. L'Algérie attend donc le feu vert du ministre des Affaires étrangères pour que les avions décollent vers les zones sinistrées du Royaume du Maroc. الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية قال أن المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عون متخصص موزعون على فريق يعني تقني متخصص في عمليات البحث تحت الإنقاذ، فريق بحث وإغاثة، وفريق طبي، مساعدات إنسانية وإسعافات أولية وخيم وأفرشة. تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. ونتمنى لخوتنا في المغرب أنه الله سبحانه وتعالى يساعدهم في هذه المحنة ويصبرهم وإن شاء الله يخرجوا منها سالمين يا رب العالمين. وإن شاء الله ربي يرحم موتاهم وتكون إن شاء الله هذه آخر الأحزان. سلام.